الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم باحسان يوم الدين. وبعد، احبتي في الله، نلتقي معا ان شاء الله تعالى في هذه السلسله بعنوان بعض الممارسات الخاطئه التي تتعلق بالصيام وشهر رمضان. واولها ما يفعله كثير من الناس خاصه الشباب من السهر، السهر في ليالي رمضان في اللهو واللعب. يزعمون أنهم يعني كما يقال يحرقون الوقت في الألعاب، في الضمنة والكشتينة والليدو. وأولا لنا وقفة سريعة في حكم هذه الألعاب. في حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنردشير كلمة فارسية معناها الحظ الحلو، الحظ الحلو. والنردشير كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا المكعب الذي يلعب به ويلقى، الذي نسميه في بلادنا الزهر، هذا هو النردشير. فاللعب به محرم، لا يجوز اللعب بالنردشير أي لعبة، فأي لعبة تلعب بالنردشير محرمة، مثل الليدو والسلم الثعبان والطاولة. والعلة في تحريم النردشير كما ذكر كثير من أهل العلم هو اللعب بالحظوظ والأرقام، لأن اللعب بهذه المكعبات يعتمد فقط على الحظ والأرقام. الإنسان يلقي المكعب وهو ينتظر حظه في رقم معين، فإن جاء كان وإن لم يأتي خاب حظه. فهذا هو، لذلك قاس عليه أهل العلم كل لعبة اعتمادها على الحظ والأرقام فهي محرمة لحديث النردشير. فلا يجوز اللعب بهذه المكعبات، المكعب المنقوط بالأرقام من 1 إلى 6 الذي نسميه نحن الزهرة. لا يجوز اللعب بالليدو ولا السلم الثعبان أو الطاولة. وأيضا ذكر أهل العلم العلة في تحريم اللعب بهذه الحظوظ والأرقام. أولا هي ألعاب لا تعود بالفائدة على المسلم لا في بدنه ولا في عقله، لأن اللعب بالحظوظ والأرقام لا فائدة منه، فهو لا يستفيد في بدنه بتقويته ولا يستفيد في عقله بتمرينه، لأنه مجرد حظ وتخمين. ثانيا ذكروا أن اللعب بالحظوظ والأرقام يعود النفس على التسخط على أقدار الله. فالإنسان الذي يلعب بهذه المكعبات فيلقي المكعب وهو ينتظر رقما معينا، فإذا لم يأتي هذا الرقم وجاء رقم آخر أخذ يتسخط ويلعن حظه، وهو غفل أن الذي قدر عليه هذا الرقم هو الرب سبحانه وتعالى. فاللعب بهذه الأشياء يربي النفس على التسخط وعدم الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز اللعب بهذه الألعاب لا في رمضان ولا في غير رمضان، الكشتينة والضمنة والليدو. أما الليدو والسلم الثعبان هذه واضحة لأنها لعب بالنردشير. أما الكشتينة والضمنة فهي قياسا على النردشير لأنها أرقام وحظ، فلا يجوز اللعب بها لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن يشتد الأمر في رمضان ويقبح لأنه تضييع للأوقات الثمينة، فرمضان كما أخبر الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فلا ينبغي علينا أن نضيعه في اللهو. إذا كان لا ينبغي لنا أن نضيعه في اللهو المباح فكيف باللهو المحرم؟ فنسأل الله أن يوفقنا وأن يأخذ بنواصينا إليه.